أهلا بيكم. الطيور مخلوقات مدهشة. وفقا لبعض الآراء في تاريخ التطور الطبيعي، فالطيور هي أحفاد الديناصورات اللي كانت موجودة من ملايين السنين على الأرض. حاليا موجودة على الأرض حوالي 18 ألف نوع من الطيور المختلفة، متنوعة ما بين الطيور صغيرة الحجم والغير مؤذية والطيور ضخمة الحجم والمفترسة واللي حتى ممكن تهاجم الإنسان. هنستعرض معاكم النهاردة أخطر 10 طيور في العالم. تابعونا. البومة. البوم من الطيور الجارحة واللي بتنشط بصورة رئيسية خلال ساعات الليل، ويعتبر البوم أكثر الطيور الجارحة انتشاراً في العالم لسهولة عملية التزاوج ووضع البيض، لدرجة إنه في بعض البلاد بيتم تدريب البوم على الصيد بدل الصقور. البومة بتتمتع بمخالب حادة جداً بتمكنها من صيد الحيوانات الصغيرة زي القوارض والقطط، بالإضافة إلى إن البوم من الطيور القليلة جداً اللي بالفعل ليها سجل حافل بحوادث مهاجمة وقتل البشر. الصقر. الصقر من الطيور اللي بتتميز بطول الجناح، وده بيساعده على الطيران بسرعة عالية جدا، ويعتبر صقر الشاهين هو أسرع الحيوانات في العالم وسرعته 220 ميل في الساعة، بالإضافة لقدرته على المناورة وتميزه بمخالب حادة ومنقار مستدق الطرف، وده السبب في خطورة الصقر كطائر جارح ومفترس. فالصقر عادة بيستخدم منقاره الحاد في قتل الفريسة عن طريق قطع حبلها الشوكي. البجعة. البجعة من الطيور اللطيفة والجميلة، ومن الصعب جدا ان حد يصدق ان البجعة ممكن تكون طائر خطير او مؤذي. الحقيقة ان البجع فعلا كائنات لطيفة وهادية، لكن لما بيتعلق الامر بصغار البجع وحمايتهم بتتحول البجعة لطائر شرس وعنيف، وممكن تهاجم أي حيوان أو أي شخص بس بدافع حماية صغارها. لكن وللاحتياط برضو من المستحب إن محدش يحاول يعبث مع البجع بأي شكل، لأن البجع لما بيغضب بيكون عدواني جدا وممكن يتسبب في حدوث إصابات أو جروح. طائر البيتوهوي. طائر الصافر المقلنس أو البيتوهوي هو طائر مغرد موطنه الأصلي غينيا الجديدة، وليه شكل مميز جدا عن غيره من الطيور، وبيعتبر هو الطائر السام الوحيد في العالم. فجلد وريش طائر البيتوهوي بتحتوي على تركيز عالي من أحد أنواع القلويدات شديدة السمية، وإذا لمس أي شخص ريش الطائر فهيختبر فورا تأثير السم، لأنه بيسبب الألم الشديد وممكن يؤدي في النهاية لأزمة قلبية حادة. بيتراكم السم في جلد وريش طائر البيتوهوي لأنه بيتغذى على نوع من الخنافس اللي بيحتوي جسمها على السم، والجدير بالذكر إن نوع من الضفادع الكولومبية كمان بيحتوي جسمها على نفس السم لأنها بتتغذى على نفس نوع الخنافس. طائر العقاب. يعتبر العقاب هو الطائر الأطول عمراً في العالم، وكتير من العقبان بتعيش لأكتر من 70 سنة، والعقاب من الطيور الجارحة الأكثر انتشاراً في العالم، وبتعيش أنواع كتيرة من العقبان في كل قارات العالم ما عدا القارة القطبية. بيتميز طائر العقاب بمنقاره المدبب والحاد واللي بيمكنه من أكل لحم الفريسة بسهولة. طائر العقاب كمان بيعتبر من أخطر الطيور اللي ممكن تهاجم الإنسان إذا تعرض ليها بسوء أو حاول يأذيها، حتى إنه بيعتبر أخطر من غيره من الطيور الجارحة. فمنقاره المدبب الحاد حتى وهو مقفول ممكن بسهولة يسبب جروح خطيرة ومميتة للإنسان. النورس. النورس هو طائر مائي بيعيش غالبا قريب من الشواطئ وعلى الجزر وبيتغذى على الأسماك، لكن إذا حس طائر النورس بوجود غرباء في منطقته بيتحول لطائر غاضب وعدواني للغاية. والمرعب في الأمر إن مش نورس واحد اللي بيهاجم، لكن سرب كامل من النوارس بيتحدوا وبيهاجموا في نفس الوقت، وأحيانا بتهاجم النوارس الحيوانات زي القطط والكلاب وبتفترسهم. النوارس عادة بتقوم بعملية كنس للشواطئ للتغذي على البقايا والفضلات اللي بتكون موجودة على الشاطئ من غير بذل مجهود كبير في البحث عن الطعام، وده السبب غالبا في تواجد النوارس في أوقات معينة من السنة على الشواطئ اللي بيكون فيها تواجد بشري. النعامة.
النعامة هي أكبر طائر في العالم لدرجة إنها ما بتقدرش تطير، وتعتبر برضو من الطيور السريعة في الجري، وبتوصل سرعتها ل 56 ميل في الساعة. وبتتميز النعامة بساقين قويتين بشكل مذهل، وده بيساعدها على سرعة الهروب من أي خطر محيط، وبيساعدها كمان في مطاردة بعض الحيوانات الدخيلة اللي ممكن تحاول تأذي صغارها. وبيقال إن النعامة كمان تقدر تهاجم الحيوانات المفترسة في الغابة، وده طبعا بيعني إنها كمان تقدر تهاجم الإنسان إذا حاول يأذيها. العقق الأسترالي واحد من الطيور الأسترالية المغردة، واللي يعتبر من أخطر الطيور في العالم وأكثرها عدوانية، وخصوصا تجاه أي شخص يحاول يقرب من أعشاش أو صغار الطائر، وده غالبا بيكون خلال موسم التعشيش. واللي بيحصل إنه خلال الموسم ده بالذات بيصبح الطائر أكثر عنفا، وبينزل على الطرق وبيهاجم الناس. مهاجمة العقق الأسترالي للإنسان من الممكن إنها تسبب إصابات خطيرة في العين وفي أجزاء أخرى في الجسم، ممكن تؤدي للموت في بعض الأحيان. غير إن هجمات طيور العقق الأسترالي بتسبب الإلهاء لراكبي الدراجات الهوائية، وبتخليهم يفقدوا السيطرة ويتعرضوا للحوادث على الطرق. النسر تعتبر النسور هي أضخم طيور جارحة في العالم، والمعروف إن النسور بتتغذى على جيف الحيوانات فقط، وفي حالة عدم وجود أي حيوان ميت في الجوار فمن الممكن إن النسر يهاجم أي فريسة لسد الجوع. النسور بتعيش في كل قارات العالم ما عدا القارة القطبية، ويعتبر النسر الأمريكي أو ما يعرف بالكاندر هو أكبر الطيور المحلقة في العالم. النسور تعتبر كمان من الطيور الخطيرة جدا، لأنها كتير بتهاجم الحيوانات المنزلية والماشية، وأحيانا بتهاجم الأطفال. شكرا على المشاهدة، ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل، وما تنسوش تضغطوا اشتراك للقناة علشان يوصلكم كل جديد.